السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ايه رايكم في طبق السلطة ده؟ لا احنا مش هنعمل سلطة، احنا هنعمل حاجة تانية خالص، حاجة مفيدة جدا للشعر ومغذية الشعر ومقوية الشعر. قبل ما نبدأ نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مبدئيا دول خضر سلطة. خضر سلطة عادية جدا. رحت بتاع الخضار قلت له عايزة خضر سلطة، اداني جرجير وبقدونس وشبت وكزبره، وكمان كان حاطط لي معاهم حزبه كرات. غسلتهم غسله محترمه وغسلتهم بالخل غسله محترمه وخرطتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد منهم حبه كده، طب هما متلخبطين على بعض، هناخد منهم حبه كويسين وهنحط عليهم ميه وهنضربهم في الخلاط كويس. يا سلام بقى لو زودنا شويه وخدنا نص الكميه شربناها كده على الريق، او يعني شربناها كده اهوت، والنص الباقي عملنا منه الحاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. كده احنا عملنا ضربناها في الخلاط كويس، وهنصفيها في مصفى عشان لازم يصفوا يعني. لو هتحطيهم على الشعر لازم يصفوا عشان ما يضايقوكيش في الغسيل. هتحطيهم على شعرك، ممكن تحطيهم في بخاخه وترشي كده اهوت على الشعر، على جذور الشعر وفروه الراس كده اهوت، وتدلكي فروه الراس بيها، هتبقى حاجه جميله خالص. كمان ممكن زي ما قلت لك تشربي نصهم والنص التاني تستخدميه في شعرك. هيبقى كميه فيتامينات ومعادن دخلتيها لجسمك، فايده لشعرك مهوله. كمان هنعمله بيهم ايه؟ انا هحطهم على حنه، وهحطهم حنه على شعري برضو هينفع، ويبقى حاجه جميله خالص ومرطبه جدا للشعر وحلوه قوي للشعر. كده بعد ما صفيناها هنجيب بقى ايه؟ الحنه البلدي بتاعتنا الرخيصه الحلوه دي، افيد حنه لانها ما فيهاش، دي طبيعيه 100%، ما فيهاش اي مواد تانية. الفاتيكا والكلام ده عليها اعشاب، عليها برضو مواد كيميائيه، عشان خاطر بتتحط على الشعر لمده 10 دقايق بس، او نص ساعه بالكتير يعني. لكن دي ممكن تحطيها على شعرك زي ما انت عايزه، اقل حاجه مش اقل من 4 ساعات يعني، عشان تغذي فروة الراس كويس جدا وتلون لك شعرك لو انت حابه تلوني الشعر. هتحطي بقى على قد كميه شعرك، شوفي انت شعرك قد ايه، وهتحطي الحنه لغايه لما، او تحطي كده لغايه لما يعني كميه الحنه اللي تناسب شعرك. شعرك بقى بينشف من الحنه ده، ممكن ليه علاج سهل جدا خالص. ممكن تحطي اي نوع زيت من اللي انت شعرك بيبقى حلو عليه او شعرك بيستفيد منه. حطي معلقه زيت مش اكتر، يعني معلقه كده زي المعلقه اللي انا بقلب بيها دي، معلقه زيت هتحطيها مع الحنه او الخليط اللي انت عاملاه مع الحنه، هيخلي لك شعرك طري ورطب وتحفه، يعني شعرك هيبقى حاجه كويسه خالص. انا شعري عادي ما بتاثرش بالحنه، يعني الحنه ما بتنشفوش، فهو انا ما بحطش اي نوع زيوت. بس انت شعرك بينشف حطي معاه معلقه حنه. في ناس ياما ما بتستخدمش الحنه عشان خاطر شعرها بينشف، لا، استخدمي الحنه، والحنه مفيده جدا 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 للشعر ولحاجات كتير قوي. حطيها وما تحرميش نفسك من حاجه مفيده زي كده. حطي معلقه زيت اللي يناسب شعرك، واي نوع زيت يناسب شعرك حطيه معلقه كده هيبقى خلي شعرك رطب وجميل. كده حطينا احنا. ممكن كمان تحطي على الخليط ده خيارايه وهي بتتضرب في الخلاط، هتبقى عملتي احلى واجب مع شعرك. مقويه جدا للشعر، لجذور الشعر، ومنبته للفراغات، شلك القشره، حاجه حلوه خالص للقشره. وطبعا انتي شفتي او عارفه كميه المعادن والفيتامينات الموجوده في كميه الخضروات اللي حطيناها. حطينا خضروات مشكله كتيره، ممكن تزودي عليها من عندك اي نوع خضار تاني. زي ما قلت لك ممكن تحطي عليها خياره، ممكن تحطي جزره، ممكن تحطي اي حاجه. كده الفيديو بتاعنا خلص، متنسيش تعملي لايك. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.